السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد في هذا اللايف اللي ان شاء الله نحاول انه يكون لايف مختلف نوعا ما وتكون تجربة جديدة. بحيث ان شاء الله من خلال هذا اللايف نحاول اننا نديروا يعني تكون هناك اسئلة مباشرة نسمعها كامل يعني وتكون هناك اجابات. فراني خليت لكم يعني كل الروابط. يعني خليت لكم حساب تاع الواتساب اللي فيه الرقم تاع الحساب الواتساب. تقدروا مباشرة تدخلوا للحساب، واللي حاب يعني يتصل بينا تكون تجربة، يعني راح نجربوا تكون تجربة خفيفة. راح نجربوا هذه الطريقة وإن شاء الله بإذن الله إذا شفنا باللي نجحت هذه الطريقة نواصلوا فيها. فراح نستقبل الرسائل تاعكم يعني. وراني خليت لكم العنوان، رقم الهاتف الخاص بالواتساب. يعني فتحنا الحساب الواتساب لاستقبال يعني مكالمات. فانتم هنا واش راح نديروا؟ اللي راه عنده سؤال ربما وما عرفش كيفاش تكون هناك الصياغه تاع السؤال، يعني حاب يطرح علينا سؤال ما عرفش كيفاش تكون الصياغه تاع السؤال، يقدر مباشره يدخل للواتساب، يدير اضافه، يضيف الرقم تاعي ويتصل بنا على الواتساب مباشره، ونحاول اننا نجاوبه ان شاء الله. فقط تكون الصوره واضحه ويكون الصوت واضح، يعني تكون جوده الصوت واضحه باش نقدروا نستقبلوا المكالمات بدون مشاكل. اذا اذا مرحبا بالجميع. كريزي فون وعليكم السلام. جود بوي سلام خويا واش راك؟ اي ام بوهاك ار كا. السلام عليكم. تريد امين مرحبا بك. ماما مانا وعليكم السلام. قاسمي قاسمي زين الدين وعليكم السلام. طريق الطائرة ماشي مشكل. السلام عليكم، ممكن تعطيني طريقة للمبادئ في مجال العقارات؟ ماشي مشكل، راح إن شاء الله نجاوب على الأسئلة، ولكن أنا حاب فقط أن ندير تجربة بسيطة فقط. يعني مثل ما قلت لكم أنا الآن نقدر نستقبل المكالمات، يعني نحاول أن نستقبل مكالمات في الواتساب. راح إن شاء الله كامل يكون هناك، وهذه على كل حال فكرة كانت من قبل. كنت راح ندير هذه الفكرة من قبل يعني هكذا باش يكون اتصال مباشر، يعني الناس اللي راهي هنا معنا في اللايف كاين فيكم اللي راح حاب يطرح سؤال مباشر يعني مكالمة مباشرة. المكالمة هذه لكل حال راح تكون مسموعة يعني من طرف الجميع كامل، وكذلك الإجابة راح تكون يعني في هذا اللايف. ففكرة أننا نخدموا بهذه الطريقة، وربما مستقبلا نجربوها إذا شفناها باللي نجحت. نقدروا يعني الناس اللي راهم معنا هنا في اللايف يقدروا مباشرة يدخلوا يطرحوا السؤال تاعهم على المباشر يعني عن طريق الواتساب، وانا نجاوبهم يعني ايضا على المباشر اذا نستقبلوا يعني اول اتصال. نبدأ على بركة الله. السلام عليكم. إذا استقبلنا أول اتصال. يعني تفضل أخوي السلام العزيز. عليكم. وعليكم شو السلام، أخويا مرحبا سلمى، بك. لاباس بخير؟ مرحبا بك. كيف؟ الله يسلمك، ربي يحفظك. أخويا سلم، يعطيك الصحة على كاع المعلومات اللي راك تمدلنا فيهم. بارك الله فيك. آه، اليوم قدرت نشري بطاقة بيبول، جهاز تاع سكانر من موقع علي اكسبريس، و وكنت شحنت البطاقة بيبول عبر تطبيق باينس اللي كنت انت درت لنا فيديو عليه. إيه؟ يعني يعطيك الصحة، يكثر خيرك، بارك الله فيك. بلا مزيان. الطريقة اللي شحنت بها، هذا شحنت فقط شحنت عن طريق العملات الرقمية ولا شحنت عن طريق البي تو بي؟ البي تو بي شحنت يو اس دي تي، ومن بعد حولت اليو اس دي تي الى عملة أخرى تدعمها بطاقة بيبول. جيد. ها. وقدرت نشتري هذا الجهاز، وإن شاء الله رانا في المرحلة تاع بداية التجارة الإلكترونية. ربي يوفقك إن شاء الله. يعني معلومات راك تمدنا فيها يعني قمة، يعني ما شاء الله، ربي يحفظك. والله بلا خويا مزيتنا سالم، برك العزيز. اه. عندي سؤال يعني فيما يخص التجارة الإلكترونية. يعني كنت نتبع فيك يعني هذا شحال. قدرنا ندو فكرة ونتعلموا التفاصيل بزاف، لكن المشكل الوحيد اللي راني نعاني منه هو انه نجيب كمية قليلة من
من موقع علي بابا أو من الصين. هذا هو المشكل الكبير اللي مازال ما لقينالوش حل يعني لحد الآن. كواحد راح يبدأ في مجال التجارة الإلكترونية، اوكي هذا هو السؤال الوحيد يعني. ماشي مشكل خاصة نجاوب. من بعدها أنا درت يعني بحث حول شركات الشحن هذو، وبعثت لبزاف ناس. الأغلبية يقولوا لي ما نجيبوش، ما كاش، ماناش نجيبوه، ما نقدروش نجيبو كميات صغيرة. يعني أغلبيتهم كانت الإجابة تاعهم هي الرفض. هذه هي. ماشي مشكل. ويعطيك اه الصحة مرة أخرى وبارك الله فيك. بلا مزيه بلا مزيه، شوفوا فقط سماح نقطع الاتصال باش نجاوب وما يكونش هناك تداخل في الصوت. دونك عندك، يعطيك الصحة، بقى على خير. بلا مزيه، مرحبا بك، يعني انت ربي اول يحفظك. متصل في السلام عليكم. هذا البث. اذا كما راكم شفتوا اخوتي الاعزاء، راه طرح علينا واحد السؤال وسؤال جوهري، وربما تكرر هذا السؤال. فقط يعني قبل ما نبدا نجاوب على السؤال هذا، لان مثل ما قلت لكم هذه تجربه اليوم جديده راح نديروها معكم في القناه. واذا كان يعني الصوت واضح، ما كانش تداخل، يعني ما كانش هناك روتور في الصوت، باش نبداو نعتمدوا هذه الطريقه. اذا ما شفناش بلي الطريقه هذه تنجح، باش نعدلوا فيها ونغيروا فيها، لان هذه التجربه الاولى، وهذا اخونا يعني هو الاول اللي راه اتصل بنا، يعني هو الاول اللي جرب معنا هذه الطريقه. فقط اكتبوا لنا في التعليقات، يعني اذا كان راه فيها مشكل كي تجي ترسل بون. فقط اكتبوا لنا في التعليقات اذا الصوت كان يعني واضح من الجهتين، لان انا كنت نحاول لما يتكلم هو نكوبي الميكروفون باش نسمعوا كامل المكالمه تاعو، ولما نحب نجاوب نفتح الميكروفون، فما كانش هناك تداخل في الصوت ولا كان هناك تداخل في الصوت فقط، يعني باش نبداو نجاوبوا مباشره. على كل حال انا راح نلخصوا يعني كامل الكلام اللي جاء في هذه المكالمه تاعو، باش نحاولوا اننا نفهموا يعني اكثر واكثر. بون راه عندنا اتصال اخر. ماشي مشكل، الصوت واضح من الجهتين الحمد لله. نزيدوا نديروا اتصال ثاني، نفتحوا الاتصال الثاني، نحاولوا اننا نسمعوا الاتصال الثاني ونجاوبوا يعني على السؤالين مع بعض. تفضل. مرحبا بك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا العزيز. سلام، اخبارك؟ لاباس بخير؟ والله غير الحمد لله. تفضل خويا العزيز، انا حنكوبي الميكرو باش نسمعك. شكرا، ربي يحفظك. بارك الله فيك، شكرا يا اخويا. مشكور اولا على الفيديوهات اللي تقدم فيهم، فيديوهات في القمه. نتمنى الكل التوفيق ان شاء الله، وعقب 100,000 ان شاء الله. معناش بعد ان شاء الله 30,000 ورانا وصلنا لها ان شاء الله. ان شاء الله. شو بغيت نسقسيك برك على الشحن من الصين. شغل احنا رانا نشوفوا، بحال رانا نشوفوا في الجروبات ومن الجروبات تاع الفيسبوك، شغل الناس تبارطاجي وكذا، راهم حاسيزاو السلعه ما وصلتش كذا. من بها الناس راه ولا تخاف من هذا وكاين اللي مكورج. وحنا ماذا بينا شغل هادو الناس من هذا المنبر، راني بحال هادو الناس ماذا بينا بحال يبارطاجوا معنا، بحال اللي توصل لهم السلعه يقولوا لنا راه وصلت، باش حنا ندو نظره ايجابيه على هذا. ماشي مشكل نجاوبك شكرا. العزيز. تقريبا راه نفس السؤال تاعك، نقدروا يعني السؤال اللي كان قبل والسؤال تاعك نجاوبوا عليهم كامل مع بعض، لانهم تقريبا عندهم نفس العلاقه. راح نجاوبكم باذن الله على على السؤالين. شكرا، بارك الله فيك، شكرا. وفيك بارك. صح. دوكا راح نكوبو ونجاوب على السؤالين، بعد مباشره ان شاء الله نزيدوا نتلقاو اتصالات اخرى. دونك السؤال الاول يعني تاع اخونا الاول اللي طرح لنا السؤال، هو ان ما كانش شركه شحن تجيب لنا كميات قليله، يعني على بالنا بهذا الشيء. المشكل ان شركه الشحن، انا فهمتكم من قبل، شركه الشحن هو يعني صاحب شركه الشحن ولا الناس اللي تخدم في هذه الشركه، يعني تقدر تكون شركه بين يعني بين 3 ولا 4 اشخاص يخدموا في هذه الشركه. فهو ماذا به يعني كشركه شحن لما يروح يشحن في الكونتينر تاعو، يعني يروح يشحن في يشحن الحاويه هذه كامله، ماذا به ما يكونش هناك اجراءات بزاف. كيفاش ما يكونش كاين اجراءات بزاف؟ هذا الناس يعني يتكلموا على النقل البحري. النقل البحري لانه هو الارخص، وهم الناس يعني اللي تعتمدوا بالدرجه الاولى في شراء يعني السلع بكميات كبيره. الناس اللي تخدم في التجاره على العموم تعتمد النقل البحري في اي مجال، يعني النقل البحري هو رقم واحد. فهذه الشركات ماذا به لما يروح يشحن الكونتينر هذا، يشحن الواحد يعني كميه كومبلي، يجيب يعني الشحن الانسان واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه، يعني ما تكونش كونتينر فيه ناس بزاف. فاذا بدا هو كشركه شحن يشحن بكميات قليله، يعني يشحن لهذا 1 سي بي ام، ويشحن لهذا نصف سي بي ام، ويشحن لهذا اقل من نصف سي بي ام،
فالحاويه هذيك باش يملاها كومبلي يحتاج يعني بزاف ناس، وهذه تاع بزاف ناس راح دير له بزاف يعني خدمه، يروح لهذا الشركه، يروح يعني لهذا الشركه في الصين يشري عليها سلعه، ويروح شركه ثانيه، ويروح شركه ثالثه، يعني ويتصل مع ناس بزاف باش يجيب كامل هذوك لي كوموند باش يقدر يوصل السلعه للناس. فهذه في حد ذاتها راه يدي لهم مشكل ويدي لهم ازعاج، هو ماذا به يعني ما يطيحش في الامور تاع الاجراءات. وحتى لما توصل السلعه من الصين، يعني لما تجينا السلعه من الصين، راك انت كشركه شحن راك جايب سلعه، لما تجيك سلعه تكون الاجراءات كثيره، يعني دير التخليص الجمركي لهذا الانسان والتخليص الجمركي لهذا الانسان، يعني فتجيهم متعبه نوعا ما. فهم ماذا بهم يعني راه جايب حاويه تكون فيها زوج عباد ولا واحد، يدير الواحد الاجراءات مره واحده وينتهي من هذه الحكايه. هذه حكايتهم، خاصه الشركات الكبيره وشركات اللي عندها عمل ولي سنوات. ولكن هنا الحل هذا باش يكون، تقدر تشوف شركات صغيره او شركات معنويه، او تقدر هنا يعني حتى كاين حل من بين الحلول اللي تكلمنا عليه في البدايه كامل نعاود نذكركم به، هو انك تقدر تكري السجل التجاري. انا هنا علاه دائما نقول لكم باللي جماعه اللي راح حاب يجيب سلعه من الصين ما يروحش يدير سجل تجاري، لان الاجراءات شويه صعيبه، ومن بعد تفتح سجل راح تخلص دراهم وتدخل الكود تخلص دراهم، ومن بعد تلغي الكود هذاك يعني تاع السلعه اللي راح تجيبها ايضا تخلص دراهم، وعندك ضريبه لما تكون راح تجيب السلعه هذيك ضريبه تخلصها يعني سنويه على السجل التجاري، ولما حتى تحب تلغي السجل التجاري تروح ثاني تروح تزيد تخلص ضريبه. فتجي تشوف كامل هذه الاجراءات راهي اموال تكلفك، وانت ربما راح تجيب شحنه ولا زوج. فمن بين الطرق السهله باش الانسان يتعامل وما يصرالوش مشكل، انك تشوف شخص معنوي، يعني انسان عنده سجل تجاري مرن، يعني هو يسمي روحه شركه شحن ولكن ما عندوش مخازن، ما عندوش مخزن هنايا مثلا في الجزائر وفي الصين، عنده فقط الوثائق ويدير التخليص الجمركي. يعني هذا الانسان يقدر يشري لك بالسجل التجاري تاعو ويجيب السلعه حتى هنا للجزائر، يعني شركات يعني الفورنيسور هو اللي يجيب السلعه ماشي الانسان هذا، يجيب السلعه حتى هنا للجزائر، وباقي الاجراءات يديرهم هذا الانسان، وتزيد تخلصوا انت شويه. ولكن المشكل هنا راه في الثقه. هنا كيفاش نقدروا يعني نحلوا المشكل هذا تاع الثقه؟ عندنا حلين، سواء انك الانسان هذا تكون تعرفه وتكون عن طريق وساطه باش يكون انسان يعني ثقه وما تخافش منه، سواء انك تروح انت لهذا الانسان وتكري عليه السجل التجاري، لان هذو يعني الشركات الشحن المعنويه يعني اللي متمثله في افراد، هذو عندهم سجلات كثيره، ما عندوش سجل واحد. يعني هو اصلا ما على بالش كيفاش يقدروا يخدموا اكثر من سجل تجاري، وعندهم مرونه في استعمال الاكواد، يعني يقدر يضيف كود وينقص كود، يعني عندهم ما على باليش كيفاش يقدروا يديروا هل هذه شغل عندهم ديبلوم سبيسيال ليهم ولا عندهم ميزه خاصه بهم يعني كشركات، ولا ما على باليش كيفاش يعني عندهم مرونه في استعمال السجل التجاري. فانت تروح له تقول له بلي انا راني حاب ندير الاجراءات، انت فقط كري لي سجل تجاري، ويسقسيك هو ربما يقول لك راح تجيب كونتيتي كبيره ولا راح تجيب كونتيتي صغيره، انت تقول له لا انا راح نجيب كونتيتي صغيره، واحد سي بي ام ولا اقل، ولا شحال ولا انت شحال راح تجيب، تقول له انت شحال تكري لي السجل التجاري. فهنا تقعد امور تاع مفاوضات. يعني في السابق كانوا راح ان شاء الله نكمل هذه الاجابه فقط والريبون ديالك اخويا العزيز، راه كاين اتصال. فهنا في هذه الحاله اصبر شو نكوبو فقط، انا عاود اتصل بيا لانني يعني راني نجاوب فقط. بون نكوبو فقط الاتصال قسما نجاوبون بعد نجاوب على الاتصال. اذا فهذو شركات الشحن هنا يعني اللي متمثله في شخص معنوي يقدر هو كانسان يكري لك السجل التجاري، تبقى امور تاع مفاوضات. في السابق نعطيكم فكره فقط، السابق كانوا يكروا السجل التجاري باش دير به عمليه، يعني عمليه شحن واحده 500,000، يعني في حدود 500,000 فتخرجك في جميع الاحوال، ولكن باقي الاجراءات كامل تديرها. يعني انت اللي تنسخ الورق، يعني تسكاني الورق وتبعثهم للفورنيسور، وانت اللي تكون عند البور، يعني تدير كامل الامور هذه. فالانسان هذا يعطيك الوثائق تاعو يعني باش تسكانيهم وتدير كامل الامور، وثاني كامل الاجراءات الانسان هذا يكون معاك يعني هذاك النهار باش تدير الاجراء، انت تروح تخلص ضريبه، انت تدير كلش. فهو فقط يكري لك السجل التجاري. وكاينه هذه كراء السجلات التجاريه راهي موجوده في القانون الجزائري، يعني القوانين احنا ما نعرفوهاش كامل، ولكن نعطيكم انا الخبره تاع الناس اللي احتكيت بهم في هذا المجال واستفدت منهم في هذه الجزئيه كيفاش يخدموا. تزيد انت يعني يبقى الامر باش تزيد تسقسي باش ما تطيحش في المشكل هذا. نروحوا للسؤال الثاني، تقريبا عنده نفس يعني عنده تقريبا
نفس يعني نفس العلاقه مع السؤال الاول، واللي هو الثقه. شوف جماعه، الناس اللي راهي صح راه كاين هناك تاخير، وكاين ربما ناس طاحوا في مشاكل، لان انت لما تروح تخدم مع شركه شحن يليق تروح لشركه موثوقه، وليق تروح يعني تدي كامل المعلومات وتسجل المكالمات تاعك. يعني الامور الانسان يعني يليق ما يروحش يجازف فقط يمد دراهم وبعد يقول لك انا ما لحقتنيش السلعه. فالانسان يحاول انه يحسن روحه من جميع الجوانب ومن بعد يتكل على ربي. الحاجه الثانيه، الناس اللي صراو لها مشكل بمجرد ما انه يتحل المشكل هذه، باش ديروها مليح في بالكم. انسان مثلا صرا له تاخير مده شهرين، ويعني نورمالمون الشحنه توصل في شهرين، وصلت مثلا في يعني تقريبا في 3 اشهر. فالانسان هذا قبل ما كي كان صار له المشكل كان دائما يكتب جماعه راه صار لي معي مشكل مع الشركه هذه وراهم ربما نصابين واحتالوا عليا. بمجرد ما انه تجيه الشحنه تاعو خلاص ما يعاودش يرجع يكومونتي، ما يعاودش يزيد يقول للناس باللي واش صرا. فهذه نقص المعلومه ولا ندره المعلومه هي اللي خلاتنا اننا نوصلوا لهذه الامور. لان الناس اللي كاين ناس كثيره تشحن ولكن ما يعلمكش، ما يجيش يعلمك، رغم ان كاين هناك جروبات، ولكن للاسف الشديد الناس ما تحب تشارك معهم المعلومه. حاجه اخرى، اللي راح حاب يجيب كميات قليله وراح حاب يجيب كميه قليله، يعني ما يحتاج يعني حاجه كبيره، حاجه نتكلموا على 0.2 و0.3 سي بي ام، روح دير الشحن الجوي. الشحن الجوي راح يجيك غالي صح، ولكن انت هنا احسبها قبل ما دير الشحن الجوي. الشحن الجوي راه اسرع، يعني المده تاع التوصيل تاعو راهي تصل الى 15 يوم، يعني ماهيش كبيره، مده قليله جدا، كانك راك تشتري من علي اكسبريس يعني مباشره. الحاجه الثانيه، السلعه تاعك ما تخافش عليها، يعني سيرتو اذا كنت جايب حاجه الكترونيك ولا جايب حاجه يعني يعني تكون فراجيل تخاف عليها تكسر ولا، جيبها مع الطائره. ولكن قبل ما دير كامل هذه الامور احكم السلعه تاعك، احسبها جيدا واحسب تكلفه الشحن وشوف، دير الميزانيه تاعك كامله. اذا لقيت باللي يعني الامر ما فيش مشكل، اتكل على ربي وربي يوفقك وان شاء الله وتنجح، وراح تجيب كميات قليله تبدا بهم. هذه يعني فكره الشحن. ونروحوا يعني نتصلوا يعني نتصلوا يعني الاتصال اللي كان عندنا. هذه هي فكرة الشحن. فإن شاء الله يعني تكون الفكرة واضحة، وتكون يعني الفكرة توصل لكم الفكرة يعني بالتفصيل. إذا السلام عليكم، مرحبا بك خويا العزيز. سلام، كي راك صاحبي؟ صافا. والله غير الحمد لله. تفضل خويا العزيز، مرحبا بك. كنت نسقسيك على الار دي بي، انا كنت نسقسي فيك. نعم تفضل. انت لي نورمالمون فهمتك. السؤال تاعك راك طرحت لي هنا ام اس، ما هو الار دي بي؟ ايه ايه. خلاص ماشي مشكل، نجاوبك خويا العزيز، ماشي مشكل. اوكي صح. بون جماعة، فقط ان راه كاين اسئلة ربما ثاني نحتاج اننا نجاوبوا عليها. اللي راح حاب يفهم الار دي بي بالمختصر المفيد، يعني كاين اللي ما عنده حتى فكره، فقط باش نقرب لكم الفكره. الار دي بي هو يكون عندك بي سي يعني ميكرو كما لها عندك انت هنا، بمواصفات يعني تكون مرتفعه وعاليه، وهذاك البي سي يكون يعني يكون اونلاين، يعني كما انت عندك هنا بي سي فيزيك، راك يعني عندك البي سي وكلافي ولا سوري وكامل يعني الويندوز مانستالي فيه، راح يكون عندك بي سي في مكان اخر، يعني تكون انت مكونيكتي مع بي سي في مكان اخر، وهذاك المكان يكون ربما الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الادريس اي بي تكون في دولة أوروبية، يعني في أمريكان ولا في أوروبا ولا في أي دولة أنت تختارها. سرعة الإنترنت تكون تاع تلك الدولة، يعني تكون سرعة الرفع يعني الداونلود والأبلود تكون كيف مرتفعة جدا يعني طالعة. وحاجة مليحة تساعد الناس، يعني الار دي بي في واش يساعد الناس؟ يساعد الناس في اللي عندها مثلا مدونات حابه ترفع عليها ليجو، اللي عندها مثلا حابه تخدم تفتح حسابات اعلانيه، اللي حابه يعني عندها حاجه، اللي حابين سرعه انترنت جيده ويحتاجوا ادريس اي بي في دوله اخرى. باش تفهم الار دي بي يعني كاينه حاجه اقرب يعني من الار دي بي، يعني اقرب من الميكرو، هما الفي بي اس. الفي بي اس هو متصفح في يعني متصفح بمواصفات عاليه. كي تروح مثلا انت دير سبيد تيست، بدل ما تخرج لك يعني هذاك يعني دير تيست تاع الانترنت، بدل ما تخرج لك سرعه الانترنت تاع الجزائر والادريس اي بي تاع الجزائر، تخرج لك سرعه انترنت مثلا تاع الولايات المتحده الامريكيه ولا كندا ولا اي دوله اوروبيه اخرى ولا استراليا، يعني سرعه الرفع كبيره وسرعه التحميل كبيره، والادريس اي بي ماشي تاع الدوله هذه كامل، كانك انت يا راك من داركم راك تكونيكتي في دوله اخرى. فهذا عنده استعمالات كثيره، الناس يعني عنده استعمالات كثيرة يعني لا حصر لها، الناس تحتاج هذا الار دي بي.
وكاين المدفوع وكاين المجاني، ولكن دائما يبقى المدفوع بمميزات يعني مليحه وجيده. اذا نحاولوا اننا نجاوبوا شويه على اسئله، لان ربما اللي كاين اسئله. اخي اليوم حبيت نشري من باينس وانا دفعت للبائع وخلصت الوقت وكنت نعطيه في التليفون وبعث رسائل ما حبش يرد، درت تبليغ مازال ما بان والو. بون انت واش درت؟ اخي اليوم جيت نشري من باينس وانا دفعت للبائع. بصح شوف قلت لكم يا جماعه كاينه واحد الحاجه، واحد النقطه شرحتها لكم في الفيديو الاخر اللي تكلمت لكم عليه في البايننس. قلت لكم النهار اللي تحب تروح تشري من بايننس اللي قد تحط الانسان في وضع، كاينه واحد النقطه دير باللي راني يعني شريت على البائع، راني درت كاينه تخرج لك واحد لابوطون صفراء كي تكليكي عليها باللي خلاص هذا البائع راه محجوز، يعني البائع محجوز وتكمل يعني العمليه تاعك. فهمتني؟ البائع محجوز وتكمل. في حال ما يعني درت هذه الطريقه الانسان ما يقدر يخرج، واذا ما كانش ثم يعني الباينانس يلغي، يعني يعرف الامور وقتاش يلغي وقتاش ما يلغيش، فما تروحش تدفع دراهمك حتى تدير هذه العمليه يعني. فربما انت ثاني انت راك داير غلطه يعني، لهذا راه صار لك هذا المشكل. ولكن في جميع الاحوال راح يعاودوا يتصلوا بك الدعم، حاول انك تواصل معاهم تقول لهم انا راني رسلت له دراهم يشوفوا معها. ربما تكوبات له الانترنت ولا تكون راح له راح الريزو يعني، فنورمالمون دراهمك تريكيبيريها، تقدر تريكيبيريها في جميع الاحوال. اسكانا موسى سلام اخي حبيت نشري من علي بابا ما عرفتش واش ندير وكيفاش ندير. بون باش تشري من علي بابا راني قلت لكم جماعه اللي حاب يشتري من علي بابا يحتاج انه يكون عنده وثائق. اذا ما عندكش وثائق لا تشوف شركه شحن، ولكن المشكل في شركه الشحن ان شركه شحن يدوموندو كميات كبيره يعني من 2 متر مكعب فما فوق. هنا شركه شحن يقدروا هما يخلصوا لك السلعه ويروحوا يديروا كامل الاجراءات، يعني انت تطلب فقط السلعه وتعطيهم الفورنيسر اللي راح تشري ليه، هما يدوا الدراهم منا ويخلصوا ويدوا حقهم. كما تقدر انت تخلص علي بابا يعني، وعلي بابا يكون وسيط، ويبقى فقط شركه الشحن هي اللي تدير لك يعني التوصيل، توصل لك السلعه، تجيب لك السلعه من الصين الى الجزائر، وتدير باقي الاجراءات يعني تحت التخليص الجمركي والامور هذه. الامور كامله راني متكلم عليها، راه كاين لايف يعني فيه تقريبا ساعه و40 دقيقه تقدروا ترجعوا ليه. ماما انا ما عنديش واتساب، ماشي مشكل يعني تقدروا تكتبوا لنا رسالة. بوهات ناجحة، صوت واضح من الجهتين، ما هو الار دي بي؟ صوت ناجح الحمد لله. جاوبني اخي سليم. راني جاوبتك نورمالمون كريزي ماشي مشكل يعني. اهلا وسهلا بك اخي سلام، بارك الله فيك. بزم التألق والابداع وصل الاخير رقم صافي. بون نجاوبوا يعني على السؤال من الاسئله هذه. اذا السلام عليكم، مرحبا بكم. راني نسمع فيك يعني اللي راه يتصل بي الو 076. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم. كيراك اخي سلام؟ لا صافا لاباس؟ لا بس الحمد لله، تفضلوا. اول حاجه شكرا بزاف على لي زيفور اللي راك ديهم من اخويا سالم، والله فريمون استفدت بزاف من القناه تاعك. واليوم حبيت نسقسي اون كيسيون شويه بيرسونيل، شغل ما على باليش الا غادي يستفادوا ولا لا، مي انا راني مستحقه كشغل نصيحه من عندك. تفضلوا. بون شو انا راني دروك طالبه وبغيت يعني مدخل اضافي، وحبيت نبدا في الدروب شيبين بحكم انه دراستي يعني تديلي بزاف شويه بزاف وقت. دونك اسكو تشوف بلي دروب شيبين شيء مناسب للانسان هكا يكون يقرا وما عندوش الوقت وما لازمش يدير دي زيفور بزاف ويدخل له يعني دراهم اللي قد يستفاد منهم، ولا كاين طريقه احسن في التجاره الالكترونيه؟ ماشي مشكل نجاوبكم باذن الله. صحيت خويا. بلا مزيه صح. بون شوفوا خاوتي برك باش نوضحوا الصوره ويكون كل شيء واضح. الناس الفئه اللي راهي تدرس يعني الفئه الناس اللي تقرا في الجامعه هذه يعني افضل فتره عمريه للانسان يقدر يخدم فيها عبر الانترنت. يعني راه كاين مجالات كثيره وكاين يعني حتى الان ما نكذبش عليكم صراحه، يعني الجيل هذا اللي راهو يعني يدرس في الجامعه نتكلموا على واحد الطبقه اللي مهتمه شويه يعني بالشغل، ماشي كيما بكري. يعني كاين ناس بزاف راهي تقرا وحابه تخدم يعني ربما ماشي حتى كيما الجيل تاعنا يعني، فحاجه مليحه. الان راك تسمع مثلا كاين المقاول الذاتي، والان كاين الطالب الذاتي يعني اللي حتى هو يعني يقدر يكون مقاول ذاتي ويفتح شركه في نفس الوقت، فحاجه مليحه جدا. علاش هاد الامور راهم كاينين؟ لان نحب ولا نكرهوا مرينا كامل يعني بالمرحله الجامعيه هذه، كاين واحد الوقت تاع فراغ. حتى وانسان يقول لك مثلا انسان اللي يكون طالب جامعي ويكون يدرس يقول لك بلي انا ما عنديش الوقت وانا ما يكفينيش الوقت
والدراسه، فتاكد باللي عندك الوقت الكافي باش تقدر دير بزاف امور صراحه. حتى والناس اللي تقرا الطب يعني اللي راكم تشوفوا بالك ربما ما عندوش الوقت كامل، ولكن مع هذا كاين وقت، فالانسان يقدر يملا هذاك الوقت بحاجه تاع فايده. دونك كاين مجالات بزاف. نتوما الميول تاعكم وشنو هو؟ الدروب شوبينغ واش يحتاج؟ دروب شوبينغ يحتاج انك تخصص يوميا واحد الوقت، لانك انت لانكم انتم رايحين، يعني انت مثلا كطالب جامعه راك راح تبحثي يعني، وهذه كميه يعني البحث راه يدي شويه وقت، تبحثي على المنتجات اللي تحسوا باللي هذه المنتجات تقدر تتباع. يعني ماشي اي حاجه نلقاها مثلا في علي اكسبريس، ولا اذا كنتوا تجيبوا من علي اكسبريس ولا من اي متجر اخر، ماشي اي سلعه راح تلقاوها راح نجيبوها. فانتم راح نديروا بحث، والبحث هذا راح نديروه يعني عن طريق تشوفوا مثلا لي ماركت بليس، تشوفوا لي ستور اللي كيما راح انتم راح ديروه. فكامل هذه الامور تحتاج واحد شويه وقت، ولكن موش وقت كبير. يعني الانسان يقدر لو كان يخصص مثلا ساعتين في النهار تكفي وتزيد. يعني كي يكون عندك وقت فراغ مثلا في الصباح ووقت فراغ في المساء، الانسان يقدر يتفرغ لها كما يقدر الانسان يعني في الويكاند يدير هذه الطريقه وتنجح معكم. والدروب شوبينغ حاجه مليحه فيه هو ان الانسان اذا لونسا متجر مليح وعرف كيفاش يجيب لي برودوي، الارباح تبقى دائما تدخل. وهنا كي يبدا المتجر يخدم فخلاص انتم تبقاو مريحين، والمتجر راه يدخل في الدراهم تاعو. يعني هذه من بين الامور. ايضا الناس اللي تدرس في الجامعه كاين بزاف، مانيش عارف انا التخصص تاعكم شنو هما، ولكن كاين ناس بزاف ربما التخصص تاعو عنده علاقه بواش الناس راهي تبحث. مثلا تلقى انسان ما بيش انا يقرا جيني سيفيل، ولا يقرا كش حاجه يعني اللي يحتاج فيها لي لوجيسيال، مثلا ما بالش انا ماتلاب، ولا يحتاج لوتوكاد ولا. وهذا الحوايج يعني هذو لي لوجيسيال يعني كي نجوا نبحثوا عليهم نلقاهم حتى هما راهم مطلوبين. يعني الناس راهم مطلوبين في مواقع الفريلانس، كي نتكلموا مواقع عربيه ولا مواقع اجنبيه. يعني حتى بالعربيه ماشي مشكل، يعني كاين خامسات مستقل، يعني كاين بزاف مواقع عربيه. وكيف في الكوتي الاخر كاين يعني فايفر، يعني اللي يعتبر رقم واحد بالنسبه لكامل هذو، اب وورك، فريلانس، يعني هذو كامل مواقع انسان يقدر يخدم فيهم. وكاين يعني بعض البرامج تحتاجوهم انتم في العمل تاعكم في الدراسه يعني، ويقدروا يكونوا يدخلوا لكم دراهم، فانسان يقدر يستغلهم. يعني كاين مجالات تدخلوا فايفر ولا تدخلوا خامسات، شوفوا يعني الخدمات اللي راهي تقدم في خامسات مثلا، ولا الخدمات اللي تقدم في مستقل. يعني شوفوا، يعني تدخلوا الخدمات وشوفوا، ربما تلقاو حاجه انتم تكونوا تعرفوها ولا انتم تدرسوا فيها، فمنها راكم تطوروا المهاره تاعكم. يعني لي سكيلز تاعكم هذو راهم يديفلوبيو مع الوقت. والحاجه الثانيه يعني تقدروا ديروها وتكون خدمه لكم كيما دروب شوبينغ. يعني اذا كنتم تشوفوا باللي كاين منتجات ولا كاين نيش اللي تقدروا، يعني تخصص اللي تقدروا مجال معين في الدروب شوبينغ، اتكلوا على ربي. ولكن دروب شوبينغ باش نكونوا متفاهمين، دروب شوبينغ يحتاج واحد شويه مصروف. يعني متجر اللي غيكون متجر احترافي، يعني من الافضل يكون مثلا شوبيفاي. وشوبيفاي اللي قد فكره مثلا شوبيفاي كيفاش تفتحوا فيها يعني متجر، وكيفاش تقدروا ديروا المنتجات تاعكم، وكيفاش تقدروا يعني بالدرجه الاولى كيفاش توظفوا الاضافات اللي موجوده في شوبيفاي باش يسهل العمل. والباقي سهل. والانسان اللي بدا درك تاكد يعني، لان راكم راح تتخرجوا من الجامعه ان شاء الله، وبعد ما تخرجوا للجامعه راه كاين واحد الوقت تاع فراغ. هذاك الوقت تاع فراغ اذا كنتم الان تملؤوا في هذاك الوقت، نهار اللي تخرجوا من الجامعه راكم تشوفوا يعني تبان لكم ليماج مليح. لان الناس اللي تدرس راهي في نعمه، ولكن ماهيش مقدره هذيك النعمه كامل. فنتمنى لكم كل توفيق. يعني اذا كنتم تشوفوا باللي مهتمين بهذا المجال ابداوا فيه. كاين ايضا يعني مجالات اخرى شبيهه كما دروب شوبينغ اللي هي دروب سيرفيسينغ، حتى هي يعني جيده، ولكن اذا كنتوا تفهموا في هذا المجال يعني تقدروا تبحثوا شويه عليه. كاين ايضا يعني البيع في امازون اف بي اي، يعني تقدروا تفتحوا متجر ونفس المبدا، ولكن هذا يحتاج شويه راس مال، لانكم راح تشروا سلعه وهذيك السلعه تبعثوها المخازن في امريكا، ويعني كاين واحد الطريقه اللي تخدموا بها. اما دروب شوبينغ لا دروب شوبينغ يعني السلعه راهي في المتجر الاصلي، انتم فقط تحطوا هذيك السلعه في المتجر تاعكم بطريقه احترافيه. يعني تلعبوا شويه على الكلمات، وتلعبوا شويه على السيو، شويه على الخوارزميه تاع المنتجات هذه وكيفاش تظهر، والتوفيق تاع ربي سبحانه. ولكن بداو، لان يعني لكم حابين تبداو، انا اللي راح حاب يبدا دائما نشجعه بداو لانها يعني المرحله الجامعيه فرصه لا تعوض. هذه هي. اهلا وسهلا اخي سلام، بارك الله فيك، صوت واضح ان شاء الله نتواصلوا ما شاء الله ماشي مشكل. ما هو اخي سلام مستوى التاسعه اساسي نقدر ندير كوميرس؟ شوف خويا العزيز، ما كان لا مستوى التاسعه ولا المستوى الخامسه ولا كاتي سيرين جماعه.
التجاره الالكترونيه ولا اي مجال، راح نجاوب يعني الاتصال، اي مجال ما عندوش علاقه بالمستوى. كاين ناس عندهم مستوى 5 ابتدائي و6 ابتدائي، ويعني الناس سبقونا، يعني عندهم معلومات وعندهم ثقافه بعيده علينا ككل يعني. فالمستوى الدراسي عمره ولا كان حاجز. اذا مرحبا بكم، السلام عليكم اخوي العزيز. السلام عليكم أخي سليم. وعليكم السلام، تفضلوا. نشكرك على وش تقدم لنا، ربي يجزيك كل خير. الآن حبيت نسألك فقط فيما يخص لو كان شخص حاب يضع دورات تدريبية في منصة معينة، هل نعم. عندك نصيحة تنصحنا بها في إنه منصة معينة مثلا، يعني مثلا في الجزائر أو خارج الجزائر، يعني هل عندك نصيحة في هذا الباب؟ وأيضا فيما يتعلق ببناء المواقع، تصميم المواقع هنا في الجزائر، هل هو الموضوع مكلف؟ يعني لو يكون شخص عنده يقوم ببناء موقع يحط فيه دورات ويحط فيه إنتاجه الخاص، هذا صح مكلف بزاف يعني، ولا تظن إنه كاين طرق وين يكون الموضوع يعني أقل كلفة على الشخص المبتدئ يعني؟ اوكي ماشي مشكل. شكرا جزيلا. بلا مزيه بلا مزيه، ماشي مشكل. دونك موضوع مهم جدا، ويعني سؤال يعني في المحل صراحه. جماعه باش نتفقوا على واحد الحاجه، باللي الانسان لما يحب مثلا يقدم دورات تدريبيه، بزاف ربما عندهم مستوى وعندهم اشياء يقدروا يمدوها للناس، ولكن اذا ما كانتش المنصه المناسبه وما حطيتش هذاك الشيء اللي راح تقدمه في المنصه، يعني الخدمه تاعك تروح. كانك يعني باش نفهموا فقط، نديروا مثال باش نفهموا. كي شغل انسان مثلا، مثلا انسان مهتم مثلا بالادب ومهتم مثلا بالفنون والشعر وكذا، ويروح يقدم هذا يعني اللون هذا، يروح يقدمه في مكان يعني عام ولا في مقهى. يعني المنصه ماشي هي، فمكان اللي راح يسمعه ومكان اللي راح يقيم العمل تاعو. فهنايا الانسان اللي عنده حاجه ولا عنده دورات تدريبيه، ويشوف باللي الدورات تاع التدريبيه ذات قيمه، يحتاج انه قبل ما يقدم هذه الدورات هو يتدرب شويه كيفاش يكون تقديم الدورات. هذه الحاجه الاولى يعني. لان كاين يعني ناس عندها كم هائل من المعلومات وتقدر توصل المعلومه، ولكن ربما يحتاج بعض اساليب يعني. هذه يعني هذا كل حاجه عندها علم وكل حاجه عندها تخصص. يشوف في نفسه واش ينقص، يعني يطور من نفسه واش الحاجه اللي تنقص باش يقدم هذه الدورات يعني بالدرجه الاولى. والحاجه الثانيه ان الانسان هذا يشوف المنصه المناسبه ويشوف الطرق الحديثه في تقديم المعلومه. يعني يحتاج متجر الكتروني، ولا يحتاج ماشي متجر، عفوا يحتاج موقع الكتروني اللي يحط فيه الدوره تاعو باش يبيع هذه الدورات. يحتاج حاجه اسمها طرق الدفع، يعني اللي يبني موقع يكون متكامل. فهذه كلهم انسان راح يتعلمهم، يعني ما راحش مباشره يقدم الدوره بلا ما يكون يعني كمل مع هذه الامور.